السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين في آه رحلة وسلسلة الوصول الى الله عز وجل والوصول للدار الاخرة. مكملين في ايات سورة الانبياء، بس النهارده طبعا مش تبع فيديوهات الشورتس، فيديوهات طويلة شوية، لان الاكتر من دقيقتين ونص بيكون بنعتبره فيديو طويل. معانا النهارده بداية من الآية رقم 76، ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صدق الله العظيم. دي كانت آية النهارده. ندخل في حلقة النهارده على طول. أهم حاجة تحطها ببالك إيه؟ أهم حاجة دايما تدور عليها وتركز عليها في أي عمل صالح هي الإخلاص والنية لله عز وجل. واحد يقول لك ما دي حاجة بسيطة، أقول لك لا. الحديث اللي بيقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انت حتى في بعض الاعمال الصالحه ممكن بتاخد اجورها بالنيه وانت ما بتعملهاش. يعني دايما لما الانسان بيدي نيه او بينوي جواه انه عايز يعمل عمل خير، حتى لو ما عملهوش ربنا بيكتب له عليه حسنات. بعكس السيئه، لو انت والعياذ بالله الشيطان او النفس امر بالسوء خليتك تعمل، نويت تعمل سيئه وما عملتهاش، ما بتكتبلكش حاجه الا ما لازم انك تعملها. فعشان كده في حاجات كتير ساعات بتكون مجرد النيه، زي مثلا لما واحد يكون مثلا عايز يقوم يصلي قيام الليل، فيعني تغلبه عيناه ما يقدرش يصحى وكده، مثلا لتعب او كلام زي كده، ربنا بيكتب له كانه قام الليله كامله. بياخد اجره على انه كانه قام الليل بالظبط. فبقول لك يعني في حاجات معينه مجرد النيه لما تخلص لله، والنيه دي لا يعلمها الا الله. يعني مهما الانسان يقول لك مش بالكلام ولا بالزين، الكلام الجميل ده بتبقى حاجه في القلب لا يعلمها. اذا نظر في القلب الله بيعلم صدق هذه النيه او عدمها. فعشان كده هو المعول الاساسي اللي احنا نبص عليه، لان انتشرت في الاونه الحديثه حاليا في هذه العصور حكايه عدم الاخلاص، حكايه ان كل واحد الرياء، العجب بالنفس، الكبر، الحاجات دي كلها ده كله من امراض القلوب اللي بتضيع الطاعه. يعني في بعض الناس ممكن تكون مثلا بتصلي امام بناس في الجامع
او بتعمل حاجه معينه تبص تلاقي وضوء هينتقد، ما ترضاش انها تطلع. المفروض اطلع واقدم حد من الصف الاول بدل لا، عشان يخاف من الناس يبوظ الصلاه عشان ما يبانش ان هو افسد. او مثلا تجد ان هو مثلا بيذهب عشان بيحب يراقب اعمال معينه اهم من ان هو يخشع. يعني انت المفروض تكون هدفك وانت رايح تصلي رقم واحد في المسجد هو الصلاه، ما يبقاش عندي حاجات تاني تفاصيل جانبيه بتبعدك عن الحاجات الاساسيه، لان برضو دي من مفسدات الاعمال اللي الشيطان بيضعها في قلبك عشان يضيع عليك ايه، اجر العمل الصالح. فنخلي بالنا جدا من موضوع الاخلاص ده، لانه مهم جدا جدا جدا. وساعات كتير انت ممكن يكون بيشوب عمل صالح او بيشوب عمل انت عايز تعمله، نية ما كانتش كويسة، فنستغفر ربنا منها. لان طبعا المداخل بتاعت الشيطان ومداخل البني ادمين او عشب النفس او حاجات كتير بتكون ساعات مش بسبب الشيطان، بسبب النفس الاماره بالسوء. عارف زي واحد مثلا لما يروح يتصدق في مكان معين عشان يقول الحاج فلان تصدق، والله جاب مش عارف ايه للجامع، والله ساهم في جواز واحده يتيمه، عمل كذا. مش حلوه نهائي، ده انا ما اعملهاش احسن ما اكون بعملها وانا اشركت مع الله عز وجل حاجه في النيه ان هي والعياذ بالله ما تكونش خالصه. فنركز في الحته دي. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.